رياضي نقدر نقول مثير للجدل بتصريحاته بمداخلاته على العديد من البرامج، سواء كان برنامج الكأس أو البرامج الأخرى. رحب بأجمل ترحيب الكابتن أحمد السواس من عمان. مرحبا بك، ضيف عزيز على العراق وعلى قناة رشيد الفضائية. وأنا كذلك أتشرف أن أكون ضيف معكم ولمشاهدينكم، وهذا تشريف كبير، وتحياتي لجميع مشاهدينكم الكرام. تحياتنا لك كابتن أحمد. بداية وقبل كل شيء وقبل الحديث أيضا عن خليجي 25 والتحضيرات لهذه البطولة، وقبل ما نخوض بتفاصيل هذه البطولة أريد أسألك، هل هي هذه أول زيارة للعراق؟ نعم، أول زيارة، وتفاجأت صراحة في العراق. يعني أنت تتحدث عن الشعب، صراحة شعب عظيم، ما سموكم أسود الرافدين إلا أنه اسم حقيقي، وأشوف شاهدته على أرض الواقع. دائما يرتبط الكرم بالشجاعة، ولقب الأسد هو سيد الشجاعة. لذلك يا أخي كرماء طيبين نظيفين، دائما مبتسم، مع أنك إحساس كإنسان لما تشاهد الإنسان العراقي تحسه من داخل حزين، ولكنه من برا تحسه يفرح لأخوه، إلى أولاد عمه من الخليج، أبناء عمه العرب بشكل عام، مبتسم وما مكاتم حزنه، ولكن مبين الحزن فيه. حتى لو صراحة نستاهل أرجعها مرة ثانية، أول زيارة ومش آخر زيارة إن شاء الله البصرة. طيب، أصبح عندك نوع من أنواع الفضول أنه تزور باقي المحافظات الأخرى العراقية. أنت اليوم في البصرة اللي هي مستضيفة بطولة خليجي 25، وبالتأكيد أنت التقيت بكثير من العراقيين اللي هم زاروا البصرة من باقي المحافظات العراقية، من بغداد، من شمال العراق، من غرب العراق. بالتالي قررت في داخلك أن تزور بغداد العاصمة؟ إن شاء الله بزورها. تعرف أنت معي صداقات كثير، خاصة مع الشخصيات الرياضية. أنا أول ما نجلس مع الله يرحمه ناظم شاكر، وأروح أطلع معه تعرف بعض البرامج، وأشوف في بطولة كأس الخليج الشعب العراقي الشعب الوحيد اللي دائما مجتمع. حتى سألتهم أنا، أقول لهم يا أخي لما نشوف الإعلام استغرب فيكم، وأنتم الشعب الوحيد اللي كلكم من جميع المحافظات مجتمعين. كنت أروح مع ناظم يرتاحوا لي، نسهر مع بعض ونروح. قلت والله مستغرب، انتم غيرتوا نظرتي. بدايه هذا النظره، بعدين تعرفت على يونس ونشات ومجموعه كل الضيوف العراقيين، ودائما يحبوا يسهروا هم بشكل عام اجتماعيين، وانا اجتماعي، ونروح مع بعض الاحيان بعد ما يخلص البرامج. هذا من هذاك البرامج انا اكتشفت انه الشعب العراقي اللي بينقلوا الاعلام كان مختلف، لان شفتهم اجتماعيين، كل محافظه يروحوا مع بعض. فلما جيت هنا وقلت يا اخي ناس مختلفه، وناس تحب الحياة، تحب الشعب مكافح، وشعب يعني البطولة اللي نظمها صراحة التنظيم. انت تعرف بعد حدث كأس العالم لا يمكن أي دولة خليجية تنجح إلا العراق. نجحها الجمهور وطيبتهم وكرمهم. صراحة أنا متوقع، تعرف عايشين حدث كأس عالم، أعلى حدث في تاريخ الكرة، تجي بعدها بأسبوع ولا 10 أيام وفي حدث. بالعكس نجحت العراق نجاح مبهر من ناحيه التنظيم ومن ناحيه حتى الجمهور. تشوف حتى المباريات كلها ما شاء الله، كل الملعب فل، مش من ابناء الخليج، من نفس العراقيين بيشجعوا الفرق. انا ردت اسالك كابتن احمد انه حاليا عبرنا اكثر من مباراه، تقريبا كل الفرق خاضت اكثر من مباراتين، خلينا نقول مباراتين لحد هذه اللحظه. شلون شفت البطوله وتنظيم البطوله لحد هذه اللحظه؟ شوف، في بعض المباريات كانت على مستوى عالي جدا، في بعض المباريات كانت متوسطه دائما، وبعض المباريات الافتتاح كانت شاهدت الفرق كلها بعد ما شاهدت من اول مباراه. خذون كشخصيه بطل ما هي موجوده، بس كروح بطل موجوده في منتخب العراق. لانه العراق المنتخب الوحيد اللي يشوفه عربي وخليجي، لما تسمع سلاح الارض هو عنده تفاعل غريب مع الجمهور. تعرف انت العراق حرم فترات زمنيه طويله من انه يلعب على ارضه، لو كان صعد كاس العالم، انه لانه يمتلك سلاح قوي جدا. اول حاجه تفاعل الجمهور، حضوره بشكل عام. لاعب العراقي مثل لاعب الارجنتيني، لاعب حماسي، عندما يلعب في ملعبه على ارضه بالجمهور تزيد طاقه اللاعب العراقي، ويصير قوي ويصير عنيف وشرس لاي فريق مقابل في المستقبل المنافس. فهذا سميته روح البطل وليس شخصيته. تعرف فريق متجدد ما عنده شخصيه دحين، حتى الفرق كلها ما في. قد يكون فريق عمان هو الافضل، لكن من اداء خلال هذه البطوله لم يقدم الاداء. بس البطوله رايحه مع روح البطل. انت شفت مباراتهم مع السعوديه فوزوا، عمليه الملعب اللي كان مع الامطار. شوف انت المباراه، شوف الروح القتاليه اللي كانت معه، الشراسه، القوه. فتحسه
دائما العراق يريد يسعد الشعب العراقي. طيب خلف الكواليس قبل قليل قبل اللقاء أنا متعود أنه ما أضم أي شيء يعني على الجمهور وعلى المتابعين. صرحت وقلت أنه أنا ما أقدر أطلع بالشارع أتجول بشوارع البصرة بين الجمهور. السبب شنو؟ محبة الناس؟ نعم بقول لك بصراحة أنا تفاجأت بعد قدمي مع ما شاء الله مع نشأت ويونس واللاعبين. حتى أنا أيام كنا في المجلس ومرة كانت كأس الخليج أعتقد سمحوا العراقي يجي، فكان هذاك اليوم معنا نشأت ويونس، كنت أنا وخالد وقاسم وهذا أكثر ناس نصور مع الجمهور العراقي في أرض العراق بيكون طبعا أكثر. الحمد لله يعني أنا من الناس اللي أحس نفسي أحظى بشعبية غير طبيعية في العراق. يحبوك كثير، أنا شفتهم حتى داخل الفندق هناك كثير من الناس وكثير من الجماهير العراقية تحب الكابتن أحمد بسبب متابعتهم إلى ولتصريحاته ولمداخلاته في برنامج المجلس اللي هو نعتبره البرنامج الرياضي التحليلي الأول على المستوى العربي، بسبب اللغط أو المشاكسات أو المشادات الكلامية اللي تحصل. وقد يكون هذا اللي محلي البرنامج ويحلي المداخلات اللي تحصل من خلال المحللين الرياضيين. مشادات كلامية كثيرة لحضرتك، أكثر شيء مع يونس لو مع نشأت لو مع نور صبري؟ لا والله يونس اكثر شيء لان انا يونس مع يونس. لا السبب يونس في يونس لو لا مش في سبب يونس. زين. فتره زمنيه طويله في الدوري القطري كنا سنوات متعاقدين مع بعض وعشنا فترات بطولات كثيره كثيره نشأت بعض البطولات، لكن نحن بعد عشنا ابطال اسيا الدوري القطري. ليش نجح المجلس؟ المجلس الوحيد اللي كانت فكره عربيه اصيله، عربي في عربي، عفويه وبسيطه وسلسه بسيطه. المجلس والديوانيات اللي تعودوا عليها العرب كلها. باقي البرامج ماخوذه كلها من الغرب وماخوذه يعني مش صناعه ملتزمين بالرسميات بالحوار وليس الصناعه عربيه. وفي المجلس صناعه عربيه 100%، وهذا اللي خلاها شعبيه واكتسح مساحات كبيره جدا من الجمهور. شفنا يوم امس كلام جميل للاعلامي خالد عن العراق وعن اهل العراق، وشفنا بكاء العديد من الشخصيات اللي موجوده بالمجلس، من ضمنهم ابتداء من الكابتن نور صبري. وكان هذا المقطع والمشهد ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كان كلام مؤثر جدا. بالتالي معروف عنك انه تكره الدموع، تكره الحزن، فكيف كان ردة فعلك بعد ما شاهدت اغلب اللي موجودين هم يبكون؟ لا مش بطبيعة الحال والله أحزن أكثر. أنا أشوف أفلام، بعض الأفلام يمكن أعيدها 1000 مرة ونفس الشيء ذا أبكي كأني شفتها أول مرة. الله. من النوع اللي عندي ممكن أعطفها، لكن لو كان في الاستديو حسينا بصراحة لو استمروا شوي كان بندمع، لكن بفضل إني أطلع برا تعرف ملاهي. عموما اللون اللي عاشته العراق لون هو لون الحزن فترة زمنية طويلة. تعرف أنت الحروب، نفس الشيء اليمني اللي بكى، اليمني نفس الاحداث. نحن عرب بنحس اخواننا انتم واشقاء ونسب واحد وقد واحد من عدنان وقحطان، يعني اخوان مهما كان، حتى بعدتنا الدول وجنسيات مختلفه لكن قدنا واحد واصلنا واحد. شوف حتى اليمني تاثر لان اليمني نفس العمليه، يعني عانت الدوله من الحروب. حتى انت لو تشوف الشعر والغنى والطرب العراقي تحصل اللون الحزن. استمتعتوا بها في المجلس كلها، شفتوها التشوب العراقي والاناشيد العراقيه من خلال الاطفال، مجموعه من الاطفال اللي شملوا اكثر من محافظه عراقيه، من شمال العراق ومن جنوب العراق ومن غرب العراق ومن العاصمه. شفنا هذه المشاهد مع الاطفال مع الكبار مع الصغار، وكثير من الجماهير زارتكم وكثير من المشايخ. انا اريد اسالك بصراحه كيف شفت العراق شكلا وليس مضمونا، يعني بعيدا عن الجمهور العراقي؟ انت شهادتك مجروحه بالشعب العراقي، لكن كبناء توقعت انه هكذا هو العراق؟ لو توقعت اسوأ لو افضل؟ لا والله اللي شفته ما توقعت يكون كذا صراحه. خذلونا وحبيتهم زياده صراحه، بقول لك اياها. ناس يستاهلوا يدخلوا القلب بمعنى الكلمه. يعني حتى لو تريد تساعد احد، يعني شوف في ناس فقراء، ما عمري سافرت دول العالم كله ما شفت واحد قال لي اعطيني، ولا حتى الفقير يساعدك. انسان المعدوم في الدوله يساعدك، فهذا شيء غير طبيعي. يعني شفته صراحه زاد حبهم واحترامهم لي داخليا. اتمنى في المستقبل من جميع دول الخليج واخواننا العرب يضحوا العراق تستاهل، والعراق رجال وسود صراحه. بمعنى عندما تصف انسان بصفات حميده صدقني ستجدها في الانسان العراقي. طيب اثناء زيارتك اكيد كان لك احتكاك مع الاعلام العراقي، كيف وجدت الاعلام العراقي في البصره؟
الاعلام العراقي يختلف عن الاعلام الخليجي، تعرف ليش؟ كيف؟ عنده وضح ما لنا. يسمى المطلق الحريه. مهم. الاعلام الخليجي مقيد وعنده شيء، بس العراقي انا يعجبني دائما الاعلام اللي كل ما حلقت اجنحه الاعلى كل ما كبرت مساحه الرؤيه وكل ما كانت هناك الحريه. فاعلام حر تجد في جميع الالوان، اعتبره بوفيه، وعلى المتلقي يتذوق على كيفه، اللي تريده بتحصله في العراق، وهذا اجمل شيء ما يكون في الاعلام. هو بوفيه، وخلي المتلقي يختار، ما تجبر الناس على شيء معين، وهذا حريه الاعلام الحقيقي، وانتم عندكم هذه القدرات. فالخليج هناك فيه خطوط حمر قد ما يكون، بعكس العراق قد يكون مفتوح شوي، في برلمانات، في حريه اكثر. مهم. طيب اريد نتحدث ايضا بصراحه، وما تعودنا من حضرتك كابتن احمد، فقط الصراحه لا اكثر. هل هنالك علامات استفهام على البطوله وتنظيم البطوله؟ هل هنالك علامات استفهام على الاتحاد العراقي وادارته في تنظيم البطوله تحديدا؟ هل لديك بعض الملاحظات حابب توصلها من خلال القناه، من خلال قناه رشيد الفضائيه؟ لا، شوف، كانت تو البدايه في ملاحظات، لكن خلال 43 سنه العراق لم تنظم. الظروف اللي حصلت في العراق لابد نحن نوقف مع العراق. صراحه انا شفتها كبدايه، كان ممكن عندي لما شفته وقابلته من المسؤولين ومن الشعب من الاتحاد، اعتقد حتى لو كانت اي سلبيه بالنسبه لنا احنا داخل قلوبنا نشوفها ايجابيه. يعني الترحيب والكرم هذا، يا قال ان كرمت الكريم ملكته، فانتم ملكتونا، ما نقدر ننتقدكم. كيف ننتقدكم؟ لا يمكن هذا الكلام ننتقد. نحن فرحانين بكم، وانا لو على كيف عاد ننظم اي بطوله اخرى، وتستاهل العراق وتستاهلوا. يعني انتم جيتوا بعد حدث عالمي ونجحتوا، هذا كفايه بحد ذاته، هذا حاجه مبهره وقياسي، ومستحيل حد ينجح بعد حدث كاس العالم. كونك محلل رياضي وممكن انه تقيم اداء الفرق دائما في اكثر من مناسبه، سواء كان يعني بطوله الخليج او البطولات الاخرى الاسيويه او غيرها، كان لك حضور قوي. لذلك بعد هذه المباريات اللي شاهدناها لحد هذه اللحظه، تقريبا بعض المجموعات حسمت موقعها من المجموعه. كيف ترى من هي الفرق المؤهله بنظرك الى النهائي؟ انا اشوف تحليليا النهائي، يعني انا اشوف الكويت ممكن يلعب على العراق. الكويت بيتاهل، وعمان والبحرين. عمان والبحرين ممكن هذا يتاهلوا، لكن البطوله العراق رايحه. استبعدت قطر والسعوديه. السعوديه ممكن، عمان او السعوديه كلها. شوف جايز اصعب حاجه عندي في خاصه توقعات كاس الخليج. كاس الخليج صعب التخمين وصعب ما لا معايير فنيه ومعايير كذا، ممكن تقول كذا يروح كذا، لان 7 الفرق غير اليمن متساويه دائما. هي العوامل النفسيه مش عوامل فنيه. دائما التوقعات تكون مختلفه في بطوله مختلفة الخليج. بطوله كاس الخليج بالذات، لكن لو كاس الخليج نفس الخليجي بيلعبوا في كاس العرب يختلف. طيب ما ممكن انه يكون العراق خارج المجموعه ولو هو لا حصل 4 نقاط؟ قبل باقي، انا متاكد العراق على ارضه غير. حتى بطوله كاس الخليج اللي كانت في 76 طيب فاز بها العراق. العراق عنده سلاح قوي جدا، الارض شراسه وصعبه. حتى الفريق المنافس له لابد يهاب، لان دوافعه لما انت تتكلم عن 90 دقيقه، كل فريق ممكن بيلعب لعب فعلي 60 ممكن دقيقه، باقي 30. العراق عندما تلعب معه على ارضه وبين سلاحه وبين جمهوره بيلعب لك 90 دقيقه لعب فعلي، وهذا صعب انك تقاريه. تشوف مع منتخب عمان قوي كيف سكر خطوط عمان كلها. يعني هو ضغط في الشوط الاول ضغط عالي. انا قلت كانت من ناحيه فنيه ممكن العراق الشوط الثاني يتعب، لا استمر. معناها تفاعل بال اللاعب العراقي والحماس، فهو طاقه الجمهور يعطي طاقه فعاليه قويه جدا. ليس لكونك عماني، لكن حقيقة بشهادة العديد من العراقيين وأنا على المستوى الشخصي التقيت بهم، الفريق العماني فريق منظم وبالتالي مرشح بقوة أن يكون منافس بنهائي البطولة. ردت أسألك أيضا كابتن أحمد عن حلم العراقيين. دائما الشعب العراقي يطمح إلى الأفضل وإلى الأحسن. أثناء لقاءاتي مع الناس يحلمون أنه يكون بالمستقبل كأس آسيا في العراق. نعرف احنا كأس آسيا كان موجود ببعض الدول العربية. تعتقد من وجهة نظرك كم سنة يحتاج العراق حتى ممكن أنه يستضيف كأس آسيا، وماذا يحتاج العراق حتى ممكن يكون منظم هذه البطولة الكبيرة؟
لا، من ناحيه كاس اسيا يحتاج لفتره زمنيه، بنيه تحتيه اعلى مستوى، عشان تعرف انت كاس اسيا يختلف عن كاس الخليج. قد يكون كاس الخليج بعض الاخطاء ما تاثر، اخوان بيننا نحل مشاكلنا بتليفون، لكن عمليه كاس اسيا احتاج لك اقل معدل 4 ملاعب. ثاني حاجه بنيه تحتيه عمليه، تعرف انت تتكلم عن اكبر قاره. انا اشوف حاليا ما في، اذا تطورت العراق ممكن 20 سنه قادمه مع عمل بنيه تحتيه حقيقيه ويستفيدوا من الدول اللي نظمت مثل الامارات او قطر في بعض الامور ممكن. اما حاليا في الوقت الراهن حتى نحن عمان ما نقدر ننظم، وهي عمان عندها امكانيات في هذا الوقت صعب جدا، بنيه تحتيه يعني عندنا اوكي، وهذا حقيقه نعطيكم اياها. ممكن تنظيم كاس الخليج يمشي، اما تنظيم كاس اسيا نشوف صعب. حتى المعايير بالنسبه للاتحاد الاسيوي يمكن لا، صعب يعطيكم اياها لان عنده اشتراطات ومعايير اخرى صعبه حاليا. ممكن 20 سنه اذا تطورت الامور، تطورت البنيه التحتيه وتطورت بعض الامور ممكن، اما حاليا ما يقدر. لا. اللغط اللي حصل مع الوافدين من الكويت، احنا ما نريد الحمد لله والشكر انتهت هذه المشكله اللي استولت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات العربيه وتحديدا الكويتيه، انتهت ان شاء الله ولن تعود الى غير رجعه. تعتقد وانت صريح، هل الجانب العراقي مقصر مع الكويت بهذه المشاكل اللي حصلت في السابق؟ لا مش كذا، لازم نفكر بعقل اكثر من عواطف. دحين نحن 8 دول. انت صريح. نعم صريح، انا ما طيب. دائما نحن 8 دول، نمط 6 دول خليجيه مختلف عن نمط العراق وهي اليمن. تعرف انتم عندكم برلمانات وحريه، صح. الالتزام صعب، مش مثل دول الخليج واحد يامر والجميع خلاص تنفيذ. انتم لا، عندكم ما يسمى مطلق الحريه، مطلق الحريه قد تختلفوا في حضور، انت صح حضرتوا ممكن يدخل لك ثاني يقول لك هذا من جهه الحكومه، هذا من جهه البرلمان، من جهه النفوذ. فانتم محددين يعني معايير دخول الملعب، لكن بعض الاحيان ما تقدر تضبطها لان معايير كل احد له سلطه، ما يسمى السلطات المطلقه. انتم عندكم اكثر من سلطه، سلطه لمغايه البرلمانات، سلطه الاعلام، سلطه الحكومه التنفيذيه. فهذا اللي حصل. بالنسبه لاخواننا الكويتيين عرفوا الموقع، انا بالعقل ناس الكويت دوله سياسيه دبلوماسيه، عرفوا وضع العراق مختلف عن وضع كل الدول الاخرى الست، واليمن معاها، حتى لو كان حدث في اليمن يحدث. فنحن كأحبة وأخوان الأشياء هذا إنه يحصل في المستقبل نتمنى، لأنه تعرف 43 سنة العراق منظموا، كله يريد يحضر، البرلمان يريد يحضر، اللي عنده سلطة في الحكومة يريد يحضر، اللي عنده نفوذ في الجيش يريد يحضر، اللي عنده كذا. فصعب إنه هناك في سلطة تقدر تسيطر في العراق، لأن الحرية هذا نوع من الحرية اللي حابينه. ونحن كأخوانكم خليجيين عندنا هذا الشعور، عندنا العقلية، وعارف الدولة مالكم كيف تدير، لذلك نغض العين بعض الأحيان. يمكن هذاك الساعة زعل طلع من الملعب ولكنه سكت، بعد ما حد تكلم في الموضوع، دليل انه فاهمين الاوضاع في العراق. واساسا هم الكويت من اكبر الداعمين للعراق اللي ننظم البطولة مع قطر. يعني الكويت وقطر من اوائل الناس اعتقد اللي حسب معلوماتي ومصادري انه اكثر ناس داعمين العراق في ملف بصرة 25. هنالك تسهيلات كثيرة من خلال الحدود العراقية مع باقي الدول العربية من أجل تسهيل دخول الوافدين من كافة الدول العربية الشقيقة. هل هنالك بعض الشكاوي من أشقائنا العرب وصلت إلى الكابتن أحمد السواس بما يخص تسهيل دخولهم إلى العراق وخروجهم؟ لا ما وصلت لي، تعرف انت ما حصلنا، حتى لو وصلت شيء بسيط عابر لانه يعني في الدول اقول لك انت 43 سنة معناها أي عمل في تجارب، في تراكمات عمل، في خبرات. تخيل أنت تعطلت العراق 43 سنة عن التنظيم، الجيل اللي ممكن يسلم الجيل الآخر تجربته وخبراته مش موجود. منهم اللي نظموه 76 ما تعرفون أنت. لذلك أول تنظيم حتى لو كان في أخطاء كبيرة يعتبر هذا الجيل بعد الجيل الأخرى اللي نظمته كأس خليج آخر في ناس يعرف من نظم مين اللي كان مسؤول، إيش الأخطاء، يتدارك الانسان. فالحياه هي مبنيه على التجارب، وكل احد ياخذ ما يسمى خبرات الاخر. لذلك مهما حصل من العراق انا كرايي واي انسان يتقبل ويعتمد على منطق ما يسمى العقل بعيد عن العواطف سيكون مع العراق. يعني اخطاء يشوفها الانسان لما يعمل لازم يخطا، ولا افضلنا ما نعمل.
عموما عملكم ناجح، حتى لان نشوف ناجح اذا كانت اخطاء بسيطه ما تذكرها. وصلنا الى النهايه، نهايه حوارنا لهذا اليوم، فبقت لنا يعني كم سؤال ظريف وطريف بنفس الوقت. راح اكون فاعل خير من خلال هذه الاسئله ومن خلال هذه الاجوبه اللي راح اسمعها من عندك، واريد الصراحه. من هو الشخصيه الرياضيه القريبه على الكابتن احمد سواس؟ من العراق. من العراق. يونس محمود. يونس اقرب شخصيه عراقيه. طيب اليوم متابعتك هذه البطوله خليجي 25 في البصره، من هم من اللاعبين اللي لفت انظار الكابتن احمد السواس من البطوله، من الفرق ككل؟ والله حتى الان ما في، لحد الان حتى الان ما في. ممكن مباراه ثالثه يعني لفت لي لاعبين معروفين اللي قبل، اما كلاعب جديد لفت لي انتباهي ما في حتى الان. ولا حتى من المنتخب العراقي؟ منتخب العراقي كمجموعه شراسه قوه كلهم زي بعض. يعني ما لما تجي تفرق ضرغام ممكن وحسن علي ممكن اقولها، لكنهم كمجموعه يلعبوا بروح جماعيه وروح قتاليه. السؤال الاخير، لو كان النهائي ما بين العراق وعمان، من ترشح لحصد البطوله واللقب؟ عشان تشوف، خلينا نشوف اول حب صعب. صراحتك يعني دائما والله شوف انا حاسه وكاحساس ومتاكد منه العراق هو بطل، حتى لو صعد عمان النهائي لا ما يطوفها، لا يمكن يخلوه، بتكون مباراة صعبة. فالعراق حتى انا مع عمان من البداية شفت عمان، شفت حتى لو عمان صعد النهائي مع العراق يشيل البطولة. اذا صعب الترشيح ببطولة خليجي 25 مثل ما ذكرت حضرتك بأكثر من بطولة، كانت التوقعات دائما هي العكس بالنهاية، لكن من كلامك هذا افهم انه العراق هو المرشح. انا بعطيك مشكلة، كل الفرق القوية اللي نظمت بطريقة النظام الجديد كأس الخليج كلها شلت بطولة. عمان لعبت على أرضها شلت بطولة كانت قوية. الإمارات لعبت على أرضها شلت البطولة. قطر كانت على أرضها شلت البطولة. هذا الترشيح أنا بعطي العراق. حتى عمان قوي، لكنه إذا لعب على العراق على البطولة، العراق يعني مش قوي بالعراق يعني نقول لك أنت فارق عشان نعمل كذا، لا صعب. صاحب الأرض سلاحه الأقوى هو. جميع العوامل كل شيء معه. رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، الكثير اليوم من الجماهير العراقية راضية على ما يقدمه للكرة الرياضية العراقية، والبعض قد يكون لديه تحفظ من هذا الجانب. ما رأي اليوم الاتحادات العربية وأيضا الشخصيات الرياضية المعروفة والمحللين الرياضيين بدور الكابتن عدنان درجال بهذه البطولة؟ انتوا أجمل ما فيكم في الاتحاد عندكم الحرية بين مؤيد ومعارض، وهذا ظاهرة صحية وطبيعية في الحياة. مش لازم كنا نكون مؤيدين للاتحاد، حتى لو كان شغل الكابتن عدنان درجال جميل عندكم هذا الحرية. شوف دائما الظاهرة الصحية في أي مكان لابد لها مؤيد ولابد لها معارض، وهذا اللي حاصل. وهذا الإعلام شغال كذا، معارض مع شخصيات أخرى وحد مؤيد مع شخصيات أخرى. عموما نحب كرة القدم شغلها في العراق لابد يكون ما يسمى بطريقة كرة القدم وحقائقها. لذلك الناس كلها تتجه لك، والعراق ناجح في هذا الشيء وأنا مرتاح من هذا الشيء، عكس دول الخليج. أقول لك مثل ما قلت لك مصادر الإعلام عنده خطوط حمر كثيرة. أنتم عبرتوا هذا الخطوط والحمد لله. أقول الحمد لله شكر. كابتن أحمد سواس، تحدثت عن حرية الإعلام العراقي وتحس أكو سلاسة بالحوار، فأريد أسألك، صار عندي فضول أنه أسألك شلون شفت الحوار اليوم مع قناتنا؟ والله أول حاجة تشرف، أنت صاحب برامج مشهورة ومطلقة. شرف لي وتشرفت أني أكون معك في قناة من أشهر القنوات العراقية ومشاهديكم الكرام، وهذا شرف لي يا أخي أكون ضيف معك. بالتأكيد تحياتنا وتحيات كادر قناة رشيد لحضرتك، وتحية من الجمهور العراقي المحب للكابتن أحمد سواس، الشخصية الرياضية العمانية المحبوبة واللطيفة. دعواتنا لك بالصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله سفرة نعتبرها ممتعة ما بين أهلك وناسك، وإن شاء الله شعبك الثاني العراق. تحياتنا لك. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا بلقاءات ومع شخصيات رياضية عراقية وعربية إن شاء الله وعالمية.